بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه ومرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد ما عقرنا أفواهنا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الله سبحانه وتعالى، نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لي عقدة من لساني يفقهوا قولي. معكم أخوكم في الله دكتور أحمد سمير المصري. النهارده هنعمل تحليل للحركة الفنية للمؤشر الاي جي اكس 30 مؤشر 30، وزي ما عودناكم بفضل من الله سبحانه وتعالى ان احنا بنكون مميزين جدا في رؤيتنا الفنية. قبل ما ينزل السوق وقبل ما يصعد السوق نحن بنكون بفضل من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له لنا الأولوية في الرؤية الصادقة معاكم بإذن من الله سبحانه وتعالى. اتكلمنا وقلنا ان المؤشر في حالة من حالات الضعف، واتكلمنا على حالات الضعف اللي موجود فيها المؤشر بغض النظر بقى عن الحالة الاقتصادية بتاعت البلد، بغض النظر عن التطبيل اللي بيحصل في القمم، بغض النظر عن الحالات الإيجابية اللي ممكن تشتهر بها أي والأخبار الإيجابية اللي ممكن تطلع في أي دولة طالما السوق بيكون موجود في قمم. كل الأخبار الإيجابية ممكن تلاقيها في قمة أي سهم أو في قمة أي سوق، وكل الأخبار السلبية ممكن تلاقيها في قاع أي سوق. تمام. فاحنا الحمد لله لينا السبق. القناه هنا اكسكلوزيف لينا السبق. قبل ما شفنا حركه التصريف دي قلنا ان احنا في حركه. قلت لكم ان احنا في حركه ضعيفه، والضعف ده بينتج عنه شخلله قويه لاسفل. والشخلله معناها لاي حد ما مش يعني لسه جديد معانا في القناه، نزول قوي ثم صعود مره اخرى. شخلله يعني نزول كسر وهمي ثم الصعود مره اخرى. ده معنى كلمه شخلله، واللفظ كوميدي انا طلعته يعني بحيث ان السوق هيشخلل، يعني السوق هيعمل شيك اوت، او الشخلله اللي هو زي المنخل اللي هامور السوق بينخل الناس، بينخلهم نخل كده عشان الناس البانيك اللي بتخاف الجبانه بتطلع من السوق، والناس اللي عندها قلب مثلا تفضل مكمله مع السوق مع الموجه، او الناس اللي عندها صبر او عندها رؤيه فنيه لونج تيرم هي اللي ممكن تستفيد حركه السوق الممتده. اتكلمنا وقلنا ان شاء الله نزولنا هنكون عند مناطق 29600 او 700 29700. يعني السوق جاب 29800 اقل منها بحوالي 100 نقطه. تمام. ده مش معناه ان احنا المفروض نلمس النقطه دي زي ما حصل هنا قبل كده لما نزلنا هنا الشخلله. قلت الشخلله المفروض تلمس النقطه ديت بالحرف كده لما كنا عند 27190، ولما نزلت الشخلله دي ما نزلتش المنطقه دي. فما قلت لكم لازم تنزل منطقه التجميع دي تتشخلل. فعلا نزلنا باسبوع شخلله كان اسبوع 4/8، وبالفعل نزل ولمس المنطقه. اصل ده علم، العلم صادق، اللي عنده علم صادق بفضل الله ما فيش هزار فيه. فما فيش كده. فاحنا لغايه دلوقتي لسه برضو نقطتنا ب 29700. اذا حبب السوق ينزل لها وياخد السترينث بوينت من عندها، او السترينث بوش اب، او السترينث بوش اب اللي هو قوه الدفع الذاتيه او قوه الدفع من عندها منطقه القوه ديت. اوكي. مش حابب يبقى هو اوريدي كده يعتبر شمعه محترمه جدا تنتج شمعات ايجابيه فيما بعدها. يعني شمعه ايجابيه محترمه تنتج شمعات ايجابيه فيما بعدها. تمام. مش معنى ان الماكد يعتبر سلبي ان ممكن يقلب وينزل تحت الصفر والكلام ده. لا، بيبقى فيه ردة فعل، بيبقى فيه ردات فعل. يعني لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. زي ما احنا شايفين قوة النزول دي لازم تعمل رياكشن، لازم تعمل رياكشن فيرب، لازم تعمل رياكشن زي ما انتم شايفين كده الرياكشن كده. لازم طق طق. لا، ما ينفع ما ينفع ما ينفع ما ينفع ما ينفع. يعني الكرة تضربها في الارض بقوه، انا ضربت الكرة بالارض بقوه. لازم كرة التنس ترد في وشي. هي كده، ده علم. لكل فعل رد فعل، لكل موجة عنيفة هابطة لها موجة عنيفة صاعدة، او تعتبر يعني ان شاء الله نص المسافة. يعني شوفوا نص المسافة طن، تطلع نص المسافة في وشك طن. هي كده، ده علم، ده علم. ان شاء الله تجيب نص المسافة، ان شاء الله تجيب نص المسافة. بعد كده ممكن تنزل طن تاني، تنزل تاني طن تحت. اوكي، تكمل الموجة بتاعتها وبعدين تطلع تاني طن. خلاص، لغاية اما تكمل الموجة بتاعتها بقى. فهي كده. يعني مثلا لو نزلنا 29700 او 29670 فممكن ننزل نعمل ايه؟ نعمل
يعني قاع اقل من القاعده، قاع اقل من القاعده، يعني ممكن ومش اكيد، ممكن ومش اكيد نعمل قاع كده، هيبقى ايه يا دكتور احمد؟ هيبقى قاع اقل من قاع، تمام. وده لما هيكسر كده، هينزل بقى تاني، هيلف معانا، هيدينا ايه؟ يلا زي الشطار كده، قاع اعلى من قاع، قاع اعلى من قاع، هينزل يدينا قاع اعلى من قاع. يبقى ده اسمه ايه؟ انحراف ايجابي. يعني ايه انحراف الايجابي؟ اللي هو الايه؟ اللي بيبقى خلاص الار اس اي في حاله تشبع، بينزل عن 30 بيدينا قاع اعلى من قاع، وبعدين يكمل الموجه الى اعلى، الموجه اللي هي مكتمله. ليه؟ لان احنا عندنا برضو شمعه شهريه، المفروض ان احنا نجيب هاي يعني جديد الشمعه الشهريه ديت. ف يعني ان شاء الله نقول باذن الله لسه لم تكتمل موجه النزول بالكامل يعني، تمام. فتمام. تحذيري ان كان في حالات شخلله. طب وليه يا دكتور احمد قلت الناس اللي معاك مثلا، ما دام انت الناس الحبايبك اللي انت يعني ليه؟ لان في اسهم ايجابيه، ومحافظه على قيعانها مهما شخل السوق، شخل الفدائيه، روح انت مالناش علاقه بيك. الاسهم اللي ندخلها لا ثابته وقويه وواقفه عند مراكز قويه وهتكمل صعود، والسوق ده ولا كانه في دماغها ولا كانه نازل. لان السوق مش زي الموجه اللي هي لما نزلت زمان دي، مش زي الموجه لما نزلت زمان دي. فيعني كان لما نزلت الموجه دي كل السوق نزل معاها. لكن دلوقتي بشوف ان في اسهم محافظه على اختراقاتها، محافظه على قوتها الفنيه، محافظه على هاياتها، بتجيب هايات اعلى وبتجيب هايات تاريخيه اعلى. فده مش معنى كده ان السوق، عشان كده بيؤكد ان السوق مش عايز ينزل النزله اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هي ممكن يعمل نزله شخلله الى منطقه ال 23,000 نقطه او ال 22,500، اللي هي منطقه الترند اللي كان المفروض ايه؟ يتم ملامسته. الترند اللي كان المفروض يتم، شايفين الترند دوت اللي كان المفروض يتم؟ الشمعه ديت شمعه رباعيه، احنا بنتكلم ربعي دلوقتي. الشمعه الرباعيه ديت احنا بنتكلم ربع اهوت، الشمعه ربع 1/10/2023. كانت المفروض المنطقه دي تتلمس، الترند ده يتلمس، ونطلع نكلم كده، نكمل تكمله صحيه. الموجه صحيحه جدا، مفيش اي اختلال موجي فيها. الاختلال الموجي عند المنطقه دي، كان المفروض النزله اللي فاتت دي كان ينزل هنا. لو كان نزل هنا خلصنا، يعني قرف، منطقه تخوف. خصوصا لو كان مثلا الماكت بتاعنا لسه ضعيف، الار اس اي لسه ضعيف، بس ما نقدرش نجزم ان دي مرحله انتهاء موجه. ممكن يكون المجال على ضعفه ومكمل لسه صعود، خصوصا الار اس اي لسه عند ال 64. يعني الار اس اي ما دخلش مثلا عند ال 70 في مرحله تشبع شرائي، فلسه الموجه لسه ممكن تكون على ضعفها كده وتكمل، والسوق يكمل مثلا عند ال 31,500، يكمل عند ال 32,000، يكمل عندك ديل هنا طويل اهبل كده مكمل لغايه ال 33 34,000. فمش معنى ابدا الشخلله ديت ان السوق قابل للايه؟ للنزول. النزول دوت ممكن ما يجيش دلوقتي، خالص. يعني الربع الجاي ممكن نكمل صعود، وبعدين الربع السنه الجديده ينزل يختبرها ويطلع. بص، يا اختبار المنطقه دي هو قادم متى؟ الله اعلم. يعني عشان ما اقدرش اجزم بانه اي ربع بالظبط، يعني هو اي ربع بالظبط، تمام. ممكن يبقى الربع في الثاني من 2000، ربنا يدينا ويديكم طول العمر، 2025. يعني ممكن 2024 تخلص بموجه كامله مكمله، وتيجي اول ربع في 2025 مثلا تبدا ينزل اختبار، او تاني ربع من 2025. لكن احنا في 2024 لسه البنزين غالي، المحروقات، التضخم يعني الى حد ما لسه في الزياده، خدت بالكم عدم استقرار وضع الدولار، برضو الحاجات دي بتؤدي ان احنا لسه ان شاء الله مكملين في موجه صاعده. خصوصا ان الذهب بينزل، يعني احنا شفنا الذهب بينزل، والاس بي 500 اللي هو الاس بي 500 اللي هو اقوى مؤشر 500 شركه امريكيه. لو احنا شفنا كده هنلاقي على 3 مانثس فريم صاعد. يعني ما اهو 3 مانثس فريم اهو، ده ال3 مانثس 3 مانثس فريم، يعني كل شمعه من دي ب3 شهور اهو صاعد اهو. يعني الذهب هينزل والفيدرالي هيقلل الفايده. فده غير ان ترامب ممكن يمسك كمان الحكم. ترامب طبعا الاسواق يعني الشكل دوت، الشكل المنفرج للماركت ده بيثمر
مع الفوليوم الكويس ده بيثمر على صعود في السوق الامريكي، وده يساعد على نزول الذهب ويساعد على صعود الاسواق الناشئه منها مصر والسعوديه وكده. فاحنا ان شاء الله دي انا شايف انها ان شاء الله باذن الرحمن مجرد شخلله، ممكن ننزل نعمل قاع جديد عند ال 29700 او 29670، او ممكن يكمل. يعني ايه يا دكتور احمد؟ ممكن ما ينزلش بقى يعمل قاع جديد، وممكن ينزل بس يختبر المنطقه اللي تم اختراقها اللي هي 30317، ينزل لها بس كده نزله بسيطه كده، تمام، وبعدين يطلع تاني دون ان هو ينزل لكام؟ لل 29700. تمام. واحنا قلنا بقى يعني اخر منطقه من منطقات التشاؤم كلها لو حب يترخم بقى وينزل عندها المنطقه الاخيره اللي هي كام؟ هتبقى 28500 تقريبا او 28600، ودي اقصى منطقه ممكن لا تبقى منطقه ملامسه الترند ثم الصعود مره اخرى. بس انا شايف ان هو يعني مش هيعمل السيناريو الاسوأ ده. انا شايف المنطقه اللي احنا ما اخترقناهاش، المنطقه 29670 اللي انا قلت لكم، اللي هو تعب قوي لما كان عايز يخترقها وما اخترقهاش، اللي هي الشمعه دي تعبت قوي في الاختراق، ثم الشمعه دي اكدت الاختراق. المنطقه دي لغايه دلوقتي لم تختبر حتى الان 29649. فلو حابب ينزل لها يبقى هيعمل هم 3 سيناريوز. اول سيناريو وده بنسبه يعني مثلا نقول 40% او 50% ان هو ينزل يعمل قاع جديد وبعدين يطلع، تمام، وده يعتبر 40%. السيناريو الثاني اللي هو هيكون اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، يعني 40% برضه هيساويه، اللي هو ينزل لل 30317 وما يعملش قاع جديد ويبدا يطلع. والسيناريو اللي هو الاخير اللي هو ال 20% اللي هو ينزل بقى فين؟ لل 28500 وبعدين يعني هيلبس القاع ديت وبعدين يبدا يطلع. لكن في كل الاحوال ان شاء الله سوقنا صاعد. طبعا الشهري بتاعنا مدينا ان شاء الله في شمعه شهريه، المفروض الشهر دوت احنا لسه في اوله، فهو بيحب يلعب معانا براحته يا باشا، لسه يوم 12. فعندك الاسبوع الجاي والاسبوع اللي بعده، الاسبوع اللي جاي واللي بعده. فان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي ان شاء الله هيعمل المنحنى ده وبعدين يطلع فوق ان شاء الله وبعدين يكمل فوق. فانا شايف زي ما قلت لكم كده ايه، ده الثلاث سيناريوهات الذي لن يخرج عنهم السوق باذن الله سبحانه وتعالى. تمام. وبعدين احنا لسه مكملين في موجتنا الصعبه، والدليل قالوا له ايه معظم او في اسهم كتيره جدا مديه ثبات ومديه جوده عاليه في الايجابيه والصعود، وده يثبت عكس اتجاه ان السوق لو المفروض لو السوق عايز ينزل يبقى كل الاسهم عليها شكل سلبي، لكن ده مش موجود في السوق. في اسهم كتيره مديه شكل سلبي شكل ايجابي قوي، تمام، والشكل الايجابي القوي ده لا يتناسب مع نزول السوق. وده من هذا المنطلق معظم الاسهم الكتيره دي اللي مديها شكل ايجابي ده يؤكد حركه السوق الصاعده. هو اللي هيحصل دي مجرد شخلله والسوق هيشخلل شويه او هينزل يعمل يصحح تصحيح، وبعد ما يصحح تصحيح يكمل الموجه بتاعته بخير وسلام. تمام. اما نشوف بقى الار اس اي ده يبدا يشوف عند ال 70 زي ما حصل كده الموجه هنا لما يتشبع، ساعتها نبقى نتكلم في الموجه ونتكلم في ضعف الموجه ونتكلم. لكن ما دام الار اس اي لسه ما نزلش الموجه لغايه التشبع يبقى ان شاء الله احنا لسه في مجرد تصحيح. وزي ما قلت لكم في اسهم كتيره مديه شكل ايجابي قوي، فصعب جدا انها تنزل وتعمل قاعان جديده. الاسهم دي ادت قوه بالفعل وثبات لاستكمال الصعود، وده يتنافى مع حركه السوق، يتنافى تماما مع حركه السوق. فزي ما بقول لك كده في البرلمان حق الفيتو، الاغلبيه الغالبه والاغلبيه كاسحه من الاسهم الايجابيه بتقول ان السوق مكمل، او الاسهم دي مكمله. طب الاسهم دي مكمله صعود ازاي اصلا والسوق بيشخلل؟ يبقى السوق ده مجرد هو نزول طبيعي وبعد كده استكمال عمليه الصعود. ولكن احنا لما كنا لقينا عمليه ضعف كان لازم ان انا اقول لكم ان في شخلله هتيجي مع السوق. في اسهم شخللت وفي اسهم ان شاء الله لسه يعني مديه ايجابيه في الصعود، وربنا يرزقني ويرزقكم كل خير. وطبعا زي ما قلت لكم الناس اللي معايا، انا طالما انا ما كلمتكش وانت في سهمك ما تخرج منه، طالما انا ما كلمتكش يبقى سهمك ايجابي ولسه مكمل. وان شاء الله تلاقيني بكلمك لما يجي ميعاد بيع السهم، هتلاقيني بكلمك على الواتساب وهتواصل معاك شخصيا وهقول لك يلا نخش نبيع، وهديك سعر البيع ان شاء الله ايه للاسهم للناس اللي شغاله معايا. تمام. ان شاء الله ربنا يرزقكم كل خير. كده يعتبر حللنا السوق بالكامل. اي نعم يعني خدنا فتره وكده تحليليه قويه، لكن كان لازم ان احنا نقول ايه الاسهم اللي انتوا عايزينها. طبعا هنتكلم بقى على بعض الاسهم اللي انتوا طلبتوها
في جزانا الله واياكم كل خير، جزانا الله واياكم كل خير. تحليل سهم التوفيق للتأجير الدولي. طيب الدلتا للسكر، الدلتا للسكر تمام. كيمة اوكي، دلتا للسكر وكيمة اوكي. انا قلت فعلا هيحصل نزول فعلا، الحمد لله على كل حال. طيب لغاية اسبيناليكس ما خلاص عدى، عملنا الزيوت المستخلصة ماشي. تمام. يبقى كيما ومين تاني؟ كيما وسبنليكس حللناه الاسبوع اللي فات. كيما ومين والزيوت المستخلصه. طيب نشوف كيما نشوف كيما اهوت. كيما وزيوت كيما على الشكل الاسبوعي يعني يعتبر مش ايجابي بالشكل الكافي. نشوف بس هنا على الاربع ساعات، نجيب على الاربع ساعات بقى والشهري. اوكي. كيما دلوقتي على الوضع الاسبوعي هيبقى عندك دعوم. الدعم الاول بتاعك هو 8 جنيه و13 قرش، ممنوع كسر 8 جنيه و13 قرش. 8 جنيه و13 قرش مهم، دعم جدا قوي في السهم. بعد كده عندك الدعم الثاني اللي هو ال 7 جنيه 46 قرش. يبقى عندك 8 جنيه 16 قرش و7 جنيه 46 قرش. وعندك ترند تاني هو 8 جنيه و13 قرش مهم جدا. والدعم الثاني بتاعك من 7 جنيه 70 قرش الى 7 جنيه 48 قرش. ممنوع منعا باتا نكسر 7 جنيه 48 قرش والا هيبقى في داون ترند. خلاص. ده بالنسبه للكيمه. الزيوت المستخلصه اللي بعده، الزيوت المستخلصه تحت في الاكل. هنا الزيوت المستخلصه في الاكل اهي. الزيوت المستخلصه، الزيوت المستخلصه طبعا هو السهم يعتبر على الشهري الى حد ما ايجابي بس في تصريف. تمام. نخلي بالنا المنطقه ديت مهمه جدا. هينزل يشكل لها في اي وقت، اي وقت إن كان هينزل يشكل لها. عندك ال 2 جنيه 47 قرش دعم جدا في السهم، وعندك الدعم الثاني قريب جدا 2 جنيه 77 قرش. يبقى انت عندك 2 جنيه 77 قرش و2 جنيه 47 قرش. طالما هو في 2 فوق ال 2 جنيه 77 او ال 2 جنيه 47 هو ايجابي. تحت ال 2 جنيه 47 هيبقى سلبي جدا للسهم. ده بالنسبه للزيوت المستخلصه. تعال نجيب كده كل الناس. تمام. الدلتا للسكر اوكي. نشوف الدلتا للسكر. الدلتا للسكر طبعا هو يعتبر الى حد ما كويس على الاسبوعي. طبعا هو طالما فوق ال 65 جنيه فهو ايجابي. تحت ال 65 جنيه يكون سلبي جدا للسهم. واهم دعم هو ال 62 جنيه. يبقى طالما فوق ال 65 ايجابي، طالما فوق ال 62 ايجابي، تحت ال 62 جنيه هيبقى سلبي جدا بالنسبه للسهم. ونلتزم بالدعامات المذكوره فين في السهم. تمام. خلاص تمام كده. تعالوا نشوف الناس اللي هي كان ليها اسهم تانية عملناها ليكم. عملناها ليكم برضو هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. القاهرة الزيوت حللتها. المصريين الاستثمارات تمام. جنوب الوادي الاسمنت. القلعة ماشي. القلعة عملتها. وجنوب الوادي الاسمنت متهيألي اوراسكوم او ارتش دي عملتها. المصريين الاستثمارات، تعال نشوف المصريين الاستثمارات. المصريين الاستثمارات فين؟ المصريين الاستثمار اهو. المصريين الاستثمار السهم طبعا على الشهري سهم مقرف على الاسبوعي مقرف. تمام. طبعا السهم سلبي، اتجاهه سلبي اصلا. كاسر اهو الدعم، كاسر ال 22 قرش. معرفش الناس اللي بتخش في الاسهم دي مع طب السهم سلبي اصلا. عامة اهم شيء دعم في السهم دلوقتي هو الدعم 19 قرش. والدعم الاخير بتاعك ايه؟ 17 قرش. تحت 17 قرش سلبي جدا للسهم، والاهم اللي هو 19 قرش. تمام. بس ده بالنسبة للسهم. والسهم في العموم لسه سلبي. جنوب الوادي الاسمنت. جنوب الوادي الاسمنت انا حللته لك انا. القلعه نشوف القلعه انا حللته برضو الاسبوع اللي فات. انا بس عايز افتكر انا حللته الاسبوع اللي فات. القلعه انا حللته الاسبوع اللي فات.
مش عارف اجيبها ازاي. نشوف. بسم الله. القلعة حللته تمام، والجيزة العامة وماشي ماشي، عشان بس ما نحللش ايه، ما نحللش اسهم تانية. خلاص حللته القلعة، حللته اسماعيلية الدواجن، حللته الجيزة، حللته القاهرة، حللته عربية صناعة كده ايه، ايدكو حاضر، هشوف ايدكو فين. جنوب الوادي الاسمنت، نشوف جنوب الوادي. القلعة حللته، جنوب الوادي الاسمنت برضو نحلله عشان لو في ناس تانية متعلقة فيه. جنوب الوادي الاسمنت السهم طبعا يعتبر دلوقتي حالة من حالات التصريف، هينزل ل 2 جنيه 46 قرش. مهم جدا محافظة على 2 جنيه 46 قرش، تمام، او ال 2 جنيه 49 قرش. بعد كده عندك اخر دعم 2 جنيه 25 قرش لا تكسر. اهم شيء 2 جنيه 25 قرش لا تكسر، طالما فوق ال 2 جنيه 49 قرش ايجابي. الايجابيه يعني الى حد ما 2 25 قرش، تحت 2 جنيه 25 قرش هيبقى سلبي جدا بالنسبه للسهم، تمام. فوق المناطق المذكوره هيكون السهم لسه ايجابي وبيلعب وبيشتغل بيحنكش ويفنكش ويشخلل، تمام، لغايه 2 جنيه 25 قرش انت معاه. غير كده خلاص بقى فكك منه. اللي بعده قرب ديري، قرب ديري تاني باندا، تمام. رأي حضرتك في السهم ومستهدفاته ونيودل. يا عم الله يرضى عنك، اذا كنت متعلق ما قول، مش متعلق ما تقعدش تقول لي رأيي. انت هتطلب مني نظام يعني سهم توصية بالفهلوه. بلاش كده الطريقه ده الله يرضى عنكم، يعني الواحد انا بتعامل بما يرضي الله. ما تقعدش تعمل لي فهلوه عليا، تعمل فهلوه عليا. يا عم الله يكرمك، مبروم على مبروم ما يلفش يا عم. خليك دغري، عايز تيجي تشتغل تشتغل، عاوز تشوف لك حد تشتغل معاه اشتغل معاه وتحتى معاه، لكن ما تجيش تقول لي بعد اذن حضرتك رايك ايه في السهم وكانك لسه عايز تدخل فيه وعايز تشوف رايي. بلاش الطريقه دي الله يكرمك، مش ناقص. انا متعلق في السهم بينك وبين ربنا، ودي امانه تسال عليها يوم الدين، احلله لك. غير كده بلاش شغل الفهلوه ده. شو نحب نتفهلل احنا على بعض مصريين بقى، والواد بقى فهلاوي جاب الديب من ديله. بلاش كده يا عم، اعذروني يعني، ما بحبش الطريقه دي. تمام، هنشوف ريماس. ريماس. فين ريماس؟ اهو ريماس، متعلق في ريماس. طيب الاخ اللي في ريماس ادي مثلا سهم اهوت ايجابي. ازاي السوق سلبي والسهم ده مثلا كان بيدي ايجابيه؟ هو مثلا دلوقتي في حاله تصريف، مثلا نقول حاله تصريف، محدش يخش ويقول لي سهم ايجابي يتخزوق، يجي يقول ده الدكتور احمد اصلا لي جابت خلد. لا، في انحراف سلبي، هو السهم تصريف بس ادي سهم ايجابي مثلا. ازاي كان السهم ده هيبقى ايجابي والسوق سلبي؟ ده اللي انا عايز اقول. في بعض الاسهم ايجابيه ورغم ان السوق سلبي، لكن تكوينها الايجابي بيؤكد ان السوق دي مجرد تصحيح وهيطلع تاني. ده اللي عايز اقوله. طيب السهم دوت عندك دعم مهم جدا 78 قرش، تحت ال 78 قرش سلبي جدا للسهم، فوق ال 78 قرش السهم ايجابي ان شاء الله، ما تقلقش عليه. ده بالنسبه للرماس. راي حضرتك دي انا اسف مع احترامي، انت كده راجل عايز توصيه، فانا مع احترامي انت بينك وبين ربنا قول شهاده بينك وبين ربنا متعلق في الاسهم، عينيا ليك حلال. غير كده مع احترامي ليك. اسكندريه واي حد يا جماعه بيكتب سهم يكون متعلق فيه. انا بيني وبينكم وربنا، انا بينك وبين ربنا ووكيلكم ربنا، بس انا بتعامل مع ربنا فيكم، وكل واحد بقى عليه نيته هو مع ربنا وخلاص بقى. سهم كيلوباترا، سهم كيلوباترا، مستشفى كيلوباترا. مستشفى كيلوباترا طبعا السهم طبعا في حاله من حالات التصريف دلوقتي. الشخلله السهم عنده دعم مهم جدا عند ال 5 جنيه و80 قرش، وعندك اهم شيء 5 جنيه 60 قرش. فوق ال 5 جنيه 60 قرش السهم ايجابي، تحت 5 جنيه 60 قرش ما تفكرش في السهم. تمام تمام بس 65 قرش حد فاصل في السهم. اسكندريه تداول حاويات، اسكندريه لتداول حاويات اهيت، اسكندريه لتداول حاويات اهيت. اوكي، اسكندريه لتداول الحاويات طبعا السهم قوي ماليا، طبعا في لعب جامد جدا جدا، في لعب على الشهري، في لعب على الشهري جامد جدا جدا جدا. طيب عندنا اهم منطقه دعم على منطقه الاسبوع اللي هي ال 43 جنيه و80 قرش. 43 جنيه و80 قرش لا تكسر، واهم منطقه على الاسبوع لا تكسر تماما بعديها هي ال 41 جنيه. ال 41 جنيه كسرت يبقى السهم سلبي، طالما فوق ال 41 جنيه يبقى السهم ايجابي الى حد ما ان شاء الله.
تمام. بعد الاسكندريه ده والاويات برضو قلب ديري، برضو راي حضرتك، برضو راي حضرتك. اسك احلى حل مسا على الدكتور. خلاص ايه اللي طلع منه، خلصنا خلاص. ادي توصيه واديناها، واللي عايز طلع بسعره طلع بسعره، عشان مش ناقصه، عشان السهم عايز صبر قوي عشان يجيب الجنيه ونص، فمش ناقصه قرف يعني. السوق زي ما انتم شايفين لعب طالع فوق وتحت خلاص. فاللي طلعوا دخلوا بسعرهم وطلعوا بسعرهم. اسك لو سمحت، اسك، اسك، اسك فوق، اسك تحت، اسك هنا، اسك. ده اسك دي بتاع الدهب يا عم فوق، مش صدق. التانية دي اسك. طيب اسك الاسك للتعدين لسه طبعا سهم يعتبر الى حد ما يعني للاسف مش حلو، مش حلو، مش حلو، مش حلو، مش حلو. عندك الدعم الشهري بتاعه 32 جنيه لا تكسر. لو كسرت ال 32 جنيه للاسف، للاسف المؤسف هينزل ل 21 جنيه. فعملها يعني الريكونستراكشن عملها، نزل ل 211 وطلع قفل 264 في اسبوع، يعني ما فيش اي حاجه يعني. تمام، في سمعه واحده. فال 32 جنيه نخلي بالنا منها، و30 قرش طالما فيها السهم ايجابي. تحتيها للاسف ممكن ينزل يشخل لل 21 جنيه. ده بالنسبه لاسك. تمام. هنجيب برضو باندا وهندي باندا لله سبحانه وتعالى، وبينك وبين ربنا بقى باندا ونيو ديب وعامر. حاضر، ده بينك وبين ربنا. انا هديك السهم وانت شهاده بقى بينك وبين ربنا، انا عملت باصلي وباخلاقي بس، وانت بقى بينك وبين ربنا اذا كنت بتفكر كده والله ما انا مسامح لك ولا جنيه. انا بقولها لك، ولو بفكر انها توصيه بقى وقت ايه وشغل الفهلاوي ده، إن احنا المصريين قوي بنحب الفهلاوي قوي يعني. طيب السهم باندا ارب ديلي، السهم عندك دعم مهم جدا عند ال 2 جنيه و16 قرش لا تكسر. طالما فوق السهم فوق ال 2 جنيه و16 قرش السهم يعتبر ايجابي. تحت ال 2 جنيه و16 قرش عندك اخر دعم لا يكسر تماما اللي هو ال 2 جنيه. لو كسرت ال 2 جنيه خلاص السهم سلبي. ونخلي بالنا لان السهم دلوقتي في حاله تصريف. تمام. ده بالنسبه لايه لنيو ديب، لا ارب ديري قصدي. ناخد نيو ديب وبعدين عامر. نيو ديب، نيو ديب، السهم نيو ديب. السهم ده اديته لكم ايام ما جاب التتبيله، كان اول سهم اديته تتبيله. يلا ايام الخير بقى، ايام ما كان السوق لسه. عامه دلوقتي السهم دلوقتي عنده جنيه و90 قرش. طالما فوق الجنيه و90 قرش السهم يعتبر ايجابي. تحت الجنيه و90 قرش هيكون السهم سلبي، واخر دعمك هو الجنيه 74 قرش. 74 طالما فوق الجنيه 74 ان شاء الله الايجابيه الى حد ما موجوده، لكن تحتيها هيكون سلبي جدا بالنسبه للسهم. عامر عامر جروب، عامر جروب السهم عنده منطقة دعم عند 98 قرش، منطقة مهمة جدا لا تكسر. لو كسرت المنطقة ديت هيكون عندك آخر منطقة دعم وهي ال 92 قرش، عشان السهم يكون محافظ على إيجابيته. تحت ال 92 قرش يكون السهم سلبي جدا للسهم. وأهم حاجة 98 قرش ده بالنسبة لاستكمال السهم في عملية الإيجابية، وإن السهم يكون مكمل على إيجابيته. كده يكون ادينا كل الأسهم اللي طلبت، بما الأسهم اللي هي الجديدة بالاسهم خلاص ما فيش فايلك ودخول تاني عشان مش ناقصه تهييس. تمام. السوق مش قد كده. كده نكون حللنا كل الاسهم اللي تم طلبتها. فاضل الاخ المحترم دوت ايدوكو. تعال نجيب له ايدوكو. ايدوكو فين؟ نجيب له ايدوكو. مش عارف ايدوكو دي فين يا حبيبنا الغالي، ايدوكو فين؟ انا عايز اجيب لك ايدوكو بس والله ايه العربيه. فين ايدوكو دي يا ابني؟ فين ايدوكو دي؟ العربيه ايه؟ العربيه للصناعات الكيماويه والادويه. طب ايه بالنبي العربيه والصناعات الكيماويه والادويه؟ معلش يبقى اكتبها لي في الفيديو الجديد. تقصد ايه، القاهرة الأدوية ولا اسكندرية الأدوية ولا ايدكو؟ سوري ايدكو، سوري اهي. معلش خلاص. تمام الحمد لله. تمام. ايدكو هو السهم طبعا، يعني مش عارف اقول لك ايه، سهم مقرف. مش عارف انت ايه الاسهم اللي هي بتبقى ثابته ديت مقرفه قوي. عامة السهم على الشهري يعني يعتبر إلى حد ما كويس ويعني إيجابي إلى حد ما، بس في تصريف. هنا عندك دعم مهم لا يكسر ال 76 جنيه. 76 جنيه كسرت يبقى عندك آخر دعم مهم لا يكسر أبدا اللي هو ال 55 جنيه. يبقى ده دعمك الأول وده دعمك الثاني اللي ممكن يحافظ على الإيجابية فيه.
تمام، تحت ال 55 جنيه خلاص السهم يعتبر في حاله من حالات التصريف. كده كل الناس اللي طلبت اسهمها، بكل الناس، بكل حد كتب، حتى اللي كتب رايه، انت بينك وبين ربنا يا جماعه انا بحلل الاسهم امانه بينك وبين ربنا، تكون متعلق في السهم وداخل فيه. غير كده تقول لي رايك واي حاجه تانية، انت ربنا عليك. انا مش هقول لك غير ربنا عليك بس. تمام. انا كده حللت كل الاسهم كلها اللي انتوا طلبتوها، خدت بالكم، وربنا يرزقني ويرزقكم كل خير. تمام. لا تنسونا من دعاءاتكم، واهم شيء لايكاتكم البسيطه. وشكرا لكل كومنتاتكم الجميله جدا جدا اللي بتكون شعار والله وسام شرف على صدري. تمام. فالحاجات دي والله يا جماعه بس عشان تخلي غيرك والله بس يستفيد بالقناه. اتمنى من الله تقدير المشاهده الجميله بلايك بسيط، مش اي حد، يعني اللي يسمع الفيديو ويحس ان هو قدم له قيمه فنيه ولو حاجه بسيطه جدا، يعني ما يستكترش علينا بس لايك بسيط منه. كل الناس اللي بتتفرج مش اي حد، في ناس محترمه جدا بتعمل، وفي ناس بتطنش وتنفض. فانا بعتذر بعد اذنك، الناس المحترمه اللي هي بتعمل فوق راسي، بس انا بكلم الناس اللي بينفضوا. اتمنى اللايك بسيط منك بس تخلي القناه تنتشر لغيرك، والله انا اعملها صدقه جاريه. اقسم بالله ساعدني في هذا الاجر، بس مش عايز منك اكتر من كده عشان القناه تنتشر. اليوتيوب بحكم الماركتنج البسيط ده بيخليها زي ما انا بساعدك خلي غيرك يستفيد برضه. الصدقه بدل من الحسنه تبقى حسنه تكتب لي حسنتين وثلاثه، والله يضاعف لمن يشاء. جزانا الله واياكم كل خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ولا تنسوا بكره الصلاه والسلام وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه بكره يوم الجمعه. انا عملت لكم الفيديو يوم الخميس عشان يعني يشوفوا اكبر عدد من الناس، وان شاء الله دائما يا رب يكون في الصداره علمنا القوي وتستندوا عليه، ويكون دايما علم وكشاف نور لكل من في السوق بصدق العلم وصدق ما نقول. واي شيء بنقوله الشرط بفضل الله سبحانه وتعالى بيترجمه، كل كلمه قبل ما بيحصل فيها الشرط بيترجمها بعد ما احنا نقولها. اللهم دوم علينا هذا الفضل وهذه النعمه، وله كل الحمد وله كل الشكر كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في رعايه الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعلى فكره لو في اي حاجه حصلت في السوق مع توقعاتي او كده او كده، هتلاقيني دايما جنبكم. انا بطلع دايما في الاوقات الصعبه يعني. تمام. الحمد لله بتلاقوني دايما جنبكم في الاوقات اللي تكونوا محتاجين فيها دعم العلم الصادق في العلم في السوق. ماشي. ولا تبخلوا علينا بحسن تقديركم الكريم باللايك البسيط من كل الناس المحترمه اللي بتشوف الفيديو. لكم مني كل المحبه والتقدير والاحترام، ودمتم في رعايه الله وحفظه. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.